السلام عليكم ورحمة الله. بحب أرحب بكل الأصدقاء من الصف الرابع ابتدائي برايمري جريد 4، وكمان برحب بأعزائي من الأمهات والآباء الموجودين معانا. الفيديو ده يا أصدقائي خاص بالتمارين والإكسرسايز على ليسون 3 and 4. طبعا زي ما احنا عارفين ليسون 3 كان بعنوان many forms to write number، وليسون 4 بعنوان composing and decomposing. طيب علشان ما نضيعش وقت تعالوا بسرعة ندخل على الإكسرسايز. واحب افكر الاصدقاء اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك بسرعه في القناه دلوقتي ويدوس على اللايك وزر الجرس علشان يوصلك كل الدرس او كل الدروس اللي احنا بننزلها. شكرا. تعالوا يا اصدقائي نشوف الاكسرسايزز. اول جزء في الاكسرسايز الراجل بيقول لك ايه؟ write each number in standard form. write each number in standard form. كل الارقام ديت عايز يحطها في شكل ايه؟ الشكل الستاندرد فورم اللي احنا ايه؟ اللي احنا عارفينه. طيب احنا قلنا ما نبدا كده برقم ايه؟ احنا قلنا لما يجي لك الشكل دوت حاجه فيها مليار وحاجه فيها 1000، دي عشان ما نتلخبطش بنعمل ايه؟ بنعمل مجموعه من الدوائر على حسب اكتر حاجه موجوده. اكتر حاجه موجوده هنا ايه؟ هو المليار. فنعمل في هذه الحالة 3 دوائر. ادي اول دايرة دي خاصة بالوانز، تاني دايرة هتبقى خاصة بالثاوزند، تالت دايرة هتبقى خاصة بالايه؟ بالمليون. ماشي. طيب قال لك هنا ايه؟ 32 مليون. احط 32 ماشي، وما ننساش الزيرو عشان كل قلنا دايره فيها 3 ديجيت. بعد كده 95000 ادي 1000 نحط فيها 95 وما ننساش الزيرو. الاخيره اللي هي 7 خانه الوانس ادي 7 وما ننساش نحط زيرو. يبقى كده الرقم بتاعنا هيكون ايه؟ هيكون ببساطه، طبعا الزيرو اللي هنا في الاول مش مهم، هيبقى 32 كوما 905 كوما 007. تمام كده؟ يبقى كده خلصنا من رقم ايه؟ نخش على رقم بي. رقم بي بيقول لك ايه؟ 5 مليار 45 مليون 17. 5 مليار يبقى هنعمل كام دايرة هنا؟ هنعمل 4 دوائر. ادي 1 2 3 4. أول واحدة في المليار قد إيه؟ قلنا 5 0. بالنسبة للمليون في قد إيه؟ في 45. أدي 45 ونحط الزيرو عشان يبقى 3 ديجيت في البريد. بعد كده في إيه؟ مش لاقيين حاجة في الثاوزند صح؟ هنسيبها دلوقتي. طب نشوف ال 17 ادي 17 نحط 0. طب ال 1000 اللي احنا سايبينها فاضية نعمل ايه؟ هنحط 0 يبقى الرقم كده ببساطة 5 كوما 0 4 5 كوما 0 كوما 017. تمام كده يا شباب؟ تمام. كده خلصنا من بي. نخش على رقم سي. رقم سي بيقول لك ايه؟ مديك اول حاجه مديها لك في الاكسباندد فورم. طب هنعمل ايه؟ نحاول احنا نجمعها، نعمل كومبوزيشن او كومبوزنج زي ما بنقول، كنا عمليه تجميع، وبعد كده لما نجمعها في رقم اوتوماتيكال نلاقي نفسنا احنا ايه؟ بنوصل للستاندرد فورم. طيب
قال لك في طريقة سهلة جدا ممكن تتبعها. ايه الطريقة السهلة دي؟ قال لك كل واحدة من دول 30 700 3000 40,000 تركبها في مكانها الصح في أكبر رقم عندك. يعني أكبر رقم عندي اللي هو إيه؟ 600,000. طيب هنركب ال 40,000 عليها، ونركب ال 3,000 عليها، ونركب ال 700 عليها، وهكذا. كل واحدة تركب إيه في مكانها. طب نعرف مكانها إزاي؟ قال لك ببساطة. بص يا سيدي، شايف ال 40,000 ديت؟ شايف دي؟ دي عبارة عن قدامها كام زيرو؟ زيرو. أدي واحد، أدي 1 2 3 4، في 4 زيرو. هتعد هنا 1 2 3 4 وتروح حاططها هي إيه؟ في المكان الخامس. يبقى ده المكان بتاعها. ماشي؟ طب تعالى نعمل القصة دي كده واحدة واحدة كده، ونحط الرقم ده كده تحت كده ونفرده عشان نعرف نشتغل عليه. 6 0 0 كوما 0 0 0 كوما 0 0 0. هناخد أول واحدة اللي هي إيه؟ ال 40,000 دي. ال 40,000 لما نحطها إزاي؟ زي ما قلنا هنعد عدد من الأصفار بحيث ننزلها في مكانها. هي ال 40,000 دي في جنبها كام زيرو؟ 4 زيروز. 1 2 3 4، يبقى هي مكانها هنا. يبقى هنا 4. يبقى الفور مكانها هنا. ماشي؟ طب وال 3,000 قدامها كام زيرو؟ هيبقى 3. يبقى الطبيعي ان لو قلنا 1 2 3 يبقى المكان هنا. يبقى 3000 مكانها هنا، مكان الزيرو ده لا شطب. ماشي؟ طب وال 700 هتبقى مكانها هنا. ماشي؟ طب وال 30 يبقى السي بتاعها مكانها هنا. ماشي؟ يبقى الطبيعي ان لو كل حاجه ركبت مكانها، وهحط الرقم بعد كده في الاخر اقول والله 6 كام زيرو بقى؟ 0 0 0 1 2 3. بعد كده في ايه؟ في 4 في 3 في 7 في 3 كده. تمام. يبقى انا كده ببساطه حولت دي من الاكسباندد فورم الى ايه؟ الستاندرد فورم. طبعا ما انساش احط الكوماز او الفواصل كده كده. لحظه واحده، هنا في حاجه مش مظبوطه، نمسح بس الكومه دي. الكومه دي مكاننا غلط. ماشي؟ هنا في يا جماعه، في احنا هنا قلنا في هنا زيرو، احنا ما ننساش الزيرو الاخير. ماشي؟ يبقى هنا كان في زيرو ينزل. احنا هنا قلنا الحاجات اللي هي اللي ركبناها دي عملت هنا 4 مكان الزيرو، وهنا 3 مكان الزيرو، وهنا 7 مكان الزيرو، وهنا 3 مكان الزيرو. بس هنا كان في ايه؟ كان هنا في زيرو اضافي ينزل زي ما هو بقى. يبقى الزيرو ده ينزل. ماشي؟ يبقى احنا كده قلنا يبقى 6 0 0 0 6 0 0 0. وبعد كده 4 تنزل زي ما هي، ال 3 تنزل زي ما هي، ال 7 زي ما هي، ال 3 زي ما هي، ال 0 زي ما هو. تعالى بقى نحط الفواصل صح بقى. يبقى كده هنا في كوما وهنا في كوما. ماشي؟ يبقى هنا عبارة عن ايه؟ 600,000 600 مليون عفوا 43,000 وبعد كده 730. يبقى ده ايه؟ ده الستاندرد فورم الاخير اللي احنا ايه؟ اللي احنا وصلنا له. ماشي؟ الان بيعلق شويه معلش. يبقى كده ده الستاندرد فورم اللي احنا ايه وصلنا له. واضحه كده يا شباب؟ تمام. تعال نشوف كده الجزء اللي بعده في الاكسرسايز. تعالوا يا شباب نشوف المجموعه الثانيه من الاكسرسايز. هنا بيقول لك الراجل write the expanded form of each of the following. ماشي؟ يديك هنا رقم ايه؟ 603,803,091. طيب تعالى نشوف نجيب اللي هي الاكسباندد فورم. 600 مليون اول حاجه نعملها نقول والله يساوي الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي 600 مليون 0 0 0 0 0 0
بلس 3 مليون. 603 يبقى 600 بلس 3 بلس 3 مليون. 0 0 0 0 0 0 بلس هتبقى ال 8 هنا 800,000. هتبقى هنا 800,000 بلس 3 دي هتبقى عبارة عن 3000 بلس 3000 بلس طبعا الزيرو هنا مش هنتكلم فيها خلاص، الزيرو دي مش هنتكلم فيها. بعد كده بلس 91 فنقول بلس 90 بلس 1 بلس 90 بلس 1. يبقى كده احنا جبنا الاكسباندد فورم من النمبر ده. يبقى 600 مليون بلس 3 مليون. يبقى 600 6 ديت هتبقى تنزل ايه؟ ال 6 دي هتنزل 600 مليون، هننزلها 600 مليون. وال 3 دي هتنزل ايه؟ 3 دي هتنزل 3 مليون ديت. وبعد كده ال 8 دي هتنزل ايه؟ هتنزل 800,000 صح؟ وبعد كده ال 3 دي هتنزل ايه؟ هتنزل 3000. وال 91 دي هتنزل 90 بلس 1. تمام كده يا شباب؟ اتصور ان هي يعني ماشيه بشكل سيستماتيك ويعني ما فيهاش حاجه يعني. طيب شوف اللي بعديها 3 مليار 560 مليون 234,000 and 47. طيب 3 مليار اول حاجه 3 مليار هقول والله يساوي اول حاجه 3 مليار 3 مليار 3 وجنبها 9 اصفار 0 0 0 كوما 0 0 0 كوما 0 0 0 بلس اللي بعدها ايه 560 مليون. ال 560 هناخدها 500 وبعد كده ناخد 60 500 مليون 500 وبعد كده مليون 0 0 0 كوما 0 0 0 ماشي. نظبط بس الحتة دي عشان مش مكتوبة كويس. زيرو 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 تمام بلس. يبقى قلنا كده خلصنا كده 500. قلنا 560 مش هينفع نكتبها مع بعض، فبنكتب ال 500 الأول وبعد كده بنكتب 60 مليون بعد كده 60 مليون 60 من 6 0 وبعد كده 6 zeros 2 3 4 5 6 كده 60 مليون. بلس الجزء الباقي عبارة عن ايه؟ 230. طبعا هناخد 200 وبعد كده ناخد ال 30 234,000. هناخد ال 200 لوحدها وبعد كده ناخد ال 30 لوحدها وبعد كده ناخد 4 لوحدها. ماشي يبقى 200,000 200,000 بلس 30,000 بلس 4,000. ماشي يا شباب. يعني كده ال 234,000 خدناها 200,000 الأول وبعد كده خدنا ال 30,000 بعد كده خدنا ايه؟ ال 4,000. تمام؟ يبقى كده 234,000. بعد كده الجزء الأخير عبارة عن ايه؟ 47. فهنقول والله في بعد كده بلس 40 بلس 40 بلس 7. تمام كده؟ أتعشى من أن أكون واضحة يعني جاية كده بشكل مباشر على طول. تمام؟ تعال نشوف الجزء الجاي الجزء رقم 3 من اكسرسايز. خلصنا الجزء رقم 2.
ده يا أصدقائي الجزء رقم 3 في الإكسرسايز. تعال نشوف الراجل بيقول إيه. بيقول لك هنا write each number in word form. write each number in word form. عايز إيه؟ عايز يحط الكلام ده في إيه؟ في الشكل أو الصيغة اللي هي الكلامية أو الصيغة اللفظية زي ما إحنا كنا بنقول. تعال نقراها كده ببساطة كده. ده عبارة عن إيه؟ ده رقم بالمليار. 7 مليار 530 مليون 406,012. ماشي كده؟ يبقى 7 مليار 530 مليون 406,012. طب تعالى نكتبها كده ببساطة كده بالصيغة اللي هي الوورد فورم أو الصيغة الكلامية اللي الراجل عايزها. تعال نحطها كده ونكتب الكلام اللي احنا كنا قلناه من شوية. أول حاجة قلنا إيه؟ 7 مليار. 7 مليار 7 مليار. طبعا الدي سايلنت ما بتتنطقش. 7 مليار والاس كمان مش لازم تتحط. 7 مليار 530 مليون 530 مليون. يبقى كده خدنا ال7 كده، خدنا ال7 وخدنا ال 530 مليون دول. ماشي، 530 مليون خلاص. هنخش على ايه؟ ال1000. 406,000 406,000 406,000. يبقى كده الجزء ده ايه؟ 406,000 ده ايه؟ خلصناه. تمام كده. الجزء الباقي 12. ادي ال 12. يبقى دي الوورد فورم او اللي هي الشكل اللفظي من الرقم دوت. يبقى هو لما يطلب الوورد فورم اللي انا بقوله ببقي بكتبه، اقراه كده الرقم كذا مره زي ما انا قريته كده كذا 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 وبعد كده اكتبه. احنا كل اللي عملنا قرنا قلنا 7 مليار 530 مليون 406,012 اللي احنا نطقناه ببقنا كتبناه. ما عملناش اكتر من كده، ما عملناش اكتر من كده. كل اللي انا بس يعني بركز عليه انت ايه؟ تقرا صح، وبعد كده ما تقرا صح تكتب اللي انت ايه قلته ببقك، مش اكتر من كده. اللي انت اللي لسانك طلعه كتبته، مش اكتر من كده. ماشي. طب تعالوا نخش بقى على كده احنا خلصنا ايه. تعالوا نخش بقى على ايه؟ على بي ونشوف ايه المطلوب. هنا بقى عامل لك حاجه بقى يعني فيها يعني كومبليكيتد شويه، او يعني صعب شويه. جابها لك ايه؟ جابها لك في الاكسباندد فورم. طب ايه المطلوب؟ قال لك دي صعب ان انت تعملها بشكل مباشر على طول، ولكن من الافضل ان انت توصلها للستاندرد فورم، وبعد ما توصلها للستاندرد فورم تعمل الوورد فورم. يبقى دي عشان تعملها بالشكل هتبقى صعب شويه. ماشي، فنحولها للستاندرد فورم الاول، وبعد كده بعد ما نعملها ستاندرد فورم هنحولها لايه؟ هنحولها للوورد فورم. طب تعالوا نحاول نجمعها في ايه؟ او نوصلها للستاندرد فورم. طب لما نعمل حاجه زي كده بنعمل حاجه لطيفه قوي. بناخد اكبر رقم اللي هو ده، اللي هو ال 4 مليار ده الرقم اللطيف ده، بناخده وبعد كده بنركب عليه بقيه الارقام. دي اسهل طريقه. هنشوف ازاي. اول حاجه ال 4 مليار نكتبها. ادي ال 4 في 9 اصفار 0 0 0 كوما 0 0 0 كوما 0 0
0. ماشي تمام. طب نيجي بقى للايه، نركب بقى اول حاجه هنركبها اللي هي الرقم اللي هو 600 مليون، اللي هو الرقم ده. الرقم ده هنركبه ازاي؟ ببساطه هنحطه في المكان بتاعه، هنشوف هو في كام زيرو على يمينه ونحطه في نفس المكان بتاعه. في كام زيرو على يمينه؟ في 8 زيروز. بعد 8 زيروز هنحط 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى هو اتحط هنا. يبقى دي يبقى فيها ايه؟ يبقى مكانها 6. ماشي تمام. دي كده خلصنا منها. خلصنا منها زي الفل. اللي بعدها ال 40 مليون، الرقم ده هنعمل نفس القصه، هنحطها في المكان بتاعها. في كام زيرو على يمينها؟ في 7 زيروز، هنحطها في نفس المكان. هنعد كده 7 زيروز، ادي 3 ادي 6 ادي 7، يبقى هي مكانها هنا. يبقى دي تحط هنا مكان الفور. ماشي تمام. يبقى دي خلصنا منها. اتبقى الايه؟ 3000. ادي 3000 هنحطها فين؟ هنحطها بحيث يبقى على يمينها 6 زيروز في مكانها، يبقى مكانها هنا. يبقى مكانها هنا. يبقى دي ايه؟ 3. ماشي طيب. نيجي اللي بعدين اللي هي ديت، اللي هي ال 500,000. طبعا دي خلصنا منها كده خلاص. 500,000 نحطها فين؟ نحطها يبقى في 5 زيروز على ايه؟ على يمين، يبقى المكان ده. يبقى دي ال 5. اللي بعدها 20,000 اللي هي دي. احنا كده خلصنا من الفايل دي. اللي بعدها 20,000. 20,000 هتبقى مكانها هنا. نشطب الزيرو ده. ماشي. في حاجة 10,000؟ لا. في حاجة في 1000؟ لا. يبقى ال 10,000 كان فيها 20 وحطيناها. ال 1000 ما فيهاش حاجة. ال 100 ما فيهاش حاجة. ماشي. في ال 80 وال 5. ال 80 بتحط فين؟ بتحط قبل الأخير برقم. ادي ال 80 وال 5. ال 5 مكان الزيرو ده والزيرو ده. طب بقية الزيروز تنزل زي ما هي بالظبط. يبقى الزيرو دوت ينزل والزيرو ده ينزل. ماشي تمام كده. والأربعة برضو تنزل، 4 تنزل. يبقى ده يا شباب الرقم اللي هو ده الستاندرد فورم اللي احنا هنشتغل عليه. ده ايه؟ الستاندرد فورم اللي احنا هنشتغل عليه عبارة عن ايه؟ 4,643,520,085. طب تعالى ننطق رقم تاني. نكتبه بشكل افضل بقى كده. 4 6 4 3 5 2 0 8 5. يبقى ده الرقم اللي احنا هنشتغل عليه. ماشي كده يا شباب؟ تمام. تعالوا بقى نكتب الرقم ده. هننطقه كده بقنا مرة أو مرتين وبعد كده نكتبه. هنقول إيه؟ لحظة واحدة. 4,643,520,085. نقراها تاني. 4,643,520,085. طب تعالى نكتبه. تعالى نكتبها. 4 مليون. أول حاجة إيه؟ 4 مليون. 4 مليون 643 مليون 600 43 مليون 640. يبقى كده خلصنا المليار. خلصنا ال 643 مليون
بعد كده 520,000 520,000 وبعد كده 85. ماشي كده يا شباب. يبقى كده خلصنا من الجزء الأخير. 4 مليار 643 مليون 520,085. يبقى ده ايه؟ ده الشكل او الوورد فورم اللي هو كان عايزه. تمام كده. احنا حولنا اول مساله كانت ايه؟ كان اللي هو كان مديني هو الستاندرد فورم وعايز الوورد فورم. تاني مساله حب يعقدها شويه، فعمل ايه الراجل؟ الراجل راح مديني الاكسباندد فورم وقال لي هات ايه؟ هات الوورد فورم. احنا حولنا الاكسباندد من الاكسباندد فورم للستاندرد فورم، وبعد كده من الستاندرد فورم جبنا ايه؟ جبنا الوورد فورم. يعني هو يعني خلانا يعني نمشي خطوات اطول شويه، بس مش قضيه. لما انا عارف بوصل ازاي فالقصه سهله ومفيش اي مشكله. تعالوا نخش كده على الجزء اللي بعده من الاكسرسايز. تعالوا يا اصدقائي نشوف الجزء ده من الاكسرسايز. الراجل بيقول لك هنا ايه؟ decompose the following numbers using expanded form. ماشي. طبعا هو ماشي ان الاكسباندد فورم فيه تو شيبس. هو ما حددش اي شيب من الاكسباندد فورم، وبالتالي ممكن استخدم اي شيب تعجبني. ماشي. احنا ممكن نحل المساله دي بالتو شيبس، يعني بالشكل الاولاني للاكسباندد فورم والشكل الثاني. تعالوا كده نبدا القرايه بتاعتها. 8 مليار 465 مليون 520,035. ماشي. يبقى انا كده هبدا احلل الرقم دوت، اعمل ديكومبوزنج ليه زي ما هو طالب. تمام. طب تعالوا بقى نبدا نعمل القصه اللي هو عايزها الراجل. تمام كده. طب اول حاجه اللي هو حرف اللي هو ال8 هنبدا بيه. اول حاجه اللي هو ال8 دوت، ده عباره عن ايه؟ 8 مليار. يعني ايه 8 مليار؟ ببساطه هي 8 وجنبها 9 اصفار. ادي ال8 وبعد كده في 9 زيروز. ماشي. بعد كده الفور اللي بعدها. الفور دي تمثل ايه؟ تمثل، احنا جورنا على الجزء بتاع الرقم اللي جنبها. هحاول نمسح الجزء ده كده. بعد كده اللي هو الفور ده. ماشي. ناخد الفور ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 400 مليون. صح كده ولا مش صح؟ بلس 400 مليون. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الفور. اتبقى ايه؟ اتبقى ال6 ده عبارة عن ايه؟ 60 مليون. بكتب هنا 60 مليون. وبعد كده الفايف عبارة عن ايه؟ احنا كده خلصنا ال8 وخلصنا ال4 وخلصنا ال6 وهنخش على ايه؟ نخش على ال5. ال5 دي عبارة عن ايه؟ ال5 دي عبارة عن 5 مليون. تمام كده؟ فاكتب هنا 5 مليون. ماشي. بعد كده في ايه؟ في هنا 5 تانية. 5 تانية دي عبارة عن ايه؟ دي 500,000. صح؟
اكتب هنا 500,000. وبعد كده في ايه؟ في 20,000 صح؟ في 2 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 20,000. بكتب هنا ايه؟ 20,000. ماشي. بعد كده في هنا حاجة في الهندردز او في الثاوزند، لا بقى هنا 35. يبقى هنا 35 بنقطعها لايه؟ حتتين. ادي 30 بلس 5. ماشي كده يا شباب. يبقى احنا كده ببساطة قدرنا ان احنا ايه؟ نعمل ايه؟ الاكسباندد فورم منها. طب تعالى نشوف الشكل الثاني اللي احنا كنا درسناه من الاكسباندد فورم ممكن يتعمل ازاي. ماشي. نسيب دي زي ما هي كده ونشتغل في ايه؟ في الشكل الثاني من الاكسباندد فورم. ال 8 مليار دي هنعملها ايه؟ او ال 8 مليار دي هنعملها ازاي؟ نقول 8 او 8 كروس 1 مليار بلس اللي بعدها ايه؟ في اللي هي الفور. 4 هتبقى ملتبلاي بايه؟ او مضروبه في ايه؟ مضروبه في 100 مليون. يبقى الفور دي بدل ما اكتب هنا 4 هنا كاتب هنا 400 مليون، اكتب 4 ملتبلاي في 100 مليون. يبقى 4 كروس 100 مليون بلس اللي بعدها 6 هتبقى مضروبة في 10 مليون. 6 كروس 10 مليون. يبقى انا كده خلصت ايه؟ خلصت ال 8 اللي هي دي اول واحدة، وخلصت ال 4 هنا، وخلصت ال 6. اتبقى ال 5 اللي هي 5 مليون بلس 5 كروس 1 مليون. ماشي. يبقى انا كده خلصت ايه؟ خلصت ال 4 هنا، وخلصت ال 6 وخلصت ال 5، خلصت كل الجزء بتاع المليون. اخش على الثاوزند. هنا ايه؟ طبعا 500,000. 5 مضروبة في ايه؟ كروس ايه؟ 100,000. تمام. يبقى انا خلصت ال 5 بتاع الثاوزند. ال 20 دي ال 20,000 بلس 2 كروس ايه؟ 10,000 اللي هي 20,000. ماشي. في هنا حاجة في الهندرز؟ لا. آخر حاجة في ايه؟ 30 وال 5. أو 30 عبارة عن ايه؟ قلت 3 كروس 10. يبقى 3 كروس 10 أو 3 ملتبلاي باي 10 بلس 5 اللي هي 5 كروس 1 أو ملتبلاي باي 1. ماشي يا شباب. يبقى ده احنا كده عملناها بالفيرست شيب او الشكل الاولاني من الاكسباندد فورم، وعملناها بالشكل الثاني من ايه؟ من الاكسباندد فورم. يبقى كده خدنا الشكلين بتوع الاكسباندد فورم لو انا عايز اعملها بالشكل الاولاني او الشكل الثاني. وانا اعتقد الاثنين يعني الاثنين بساط، ما فيهمش حاجه يعني، ما فيهمش مشكله يعني الاثنين. نجيب بس كده حركه شويه عشان نجيب دي نحركها شويه عشان تبقى واضحه. تمام كده. تمام. نخش بقى على ال رقم بي. رقم بي عامل لك ايه؟ قال لك جاب لك شكل الوورد فورم وقال لك حولها لي الايه؟ اكسباندد فورم. ماشي. طب عشان هو انا بفضل لما يعمل حاجه زي كده احولها الاول للستاندرد فورم، وبعد كده من الستاندرد فورم احولها لايه؟ احولها للاكسباندد فورم. عشان احولها للستاندرد فورم محتاج نعمل الدوائر اللي احنا قلنا عليها. تعال نعملها كده. ادي اول دايره، لحظه واحده.
ادي اول دايرة، تاني دايرة، تالت دايرة، رابع دايرة، ونمسح اللي الاولانية دي اللي مكملتش. ماشي تمام. دي الوانز، ودي الثاوزند، ودي المليون، ودي المليار. طيب قال لك ايه 2 مليار، نحط هنا 2 خلاص. ممكن نحط هنا 0 0 برضه مش مشكلة، يبقى كده مليار خلصنا منه. 160 مليون، 160 مليون، ادي ال 160 مليون، يبقى الجزء ده كده ايه برضه خلصنا منه. 520,000، 520,000، ادي ال 520,000، يبقى الجزء ده برضه خلصنا ايه، خلصنا منه برضه. 83، وما ننساش نحط هنا 0 عشان يبقى البيريد فيها ايه 3 ديجيت. ماشي تمام كده. الزيرو ده مش واضح، عايزين نوضحه بس. يبقى كده الرقم يبقى 2 كوما 1 6 0 كوما 5 2 0 كوما 0 8 3. يبقى احنا كده جبنا الستاندرد فورم. ادي ايه؟ ادي الستاندرد فورم. عايزين ايه بقى في الاخر؟ عايزين نجيب ايه؟ الاكسباندد فورم. ماشي، عايزين نجيب ايه؟ الاكسباندد فورم. يلا نروح نجيب الاكسباندد فورم. ماشي، ونكتبه. تمام كده يا شباب؟ تمام. ادي الشكل ده الرقم الستاندرد فورم اللي احنا عايزين نكتبه. طيب 2 مليار، اول حاجه نكتب ايه؟ 2 مليار، 2 مليار 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 zeros بلس اللي بعدها ايه؟ 160 100 مليون. هنعملها ازاي دي؟ هتبقى 100 مليون وبعد كده 60 100 مليون، يبقى 100 مليون بلس 60 مليون. ماشي يا شباب؟ يبقى كده خلصنا ايه؟ خلصنا ديت، خلصنا دي وخلصنا دي، خلصنا 2 مليار وخلصنا 160 100 مليون. تمام كده؟ يبقى خلصنا دي وخلصنا دي. بقى ايه؟ بقى الجزء بتاع الثاوزند 520,000. يبقى نكتب هنا 500,000 بعد كده 20,000 صح؟ بعد كده في ايه؟ في 83 اللي هي عبارة عن 80 لوحدها و3 لوحدها بلس 80 بلس 3. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا ده، حولنا الشكل ده للاكسباندد فورم. تمام كده؟ طيب ادي 2 مليار، ادي 2 مليار 160 مليون، ادي ال 100 مليون وادي 60 مليون، وبعد كده ال 520,000 ادي ال 500,000 وادي ال 20,000، بعد كده ال 83 ادي ال 80 و 3. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ حولنا الشكل دوت من الوورد فورم، حولناه الى الستاندرد فورم، ومن الستاندرد فورم جبنا الايه؟ جبنا الاكسباندد فورم. ودي اسهل طريقه عشان انت ما يبقاش في احتمال للخطا. انت ممكن تعملها بالعين كده وتعملها بشكل مباشر على خطوه واحده، بس احتمال كبير هيبقى في احتمال كبير خطا. الطريقه ان انا بحولها للستاندرد فورم وبعد كده احولها للاكسباندد فورم،
الطريقه دي بتخلي امكانيه الخطا او احتمال الخطا يكاد يكون معدوم، يكاد يكون الخطا يكاد يكون صفر. ماشي. يبقى احنا كده ببساطه جبنا الاكسباند فورم اللي هو الراجل كان عايزه. اوكي. تعالوا بقى نروح نشوف الجزء الاخير من الاكسرسايز. تعالوا يا اصدقائي الجزء الاخير من الاكسرسايز، والجزء دوت الراجل قال فيه challenge your mind، تحدى عقلك. واضح ان هو يعني جايب شويه كده بعض البروبلمز او بعض المسائل غير النمطيه، حاجه يعني تكون يعني محتاجه الواحد يفكر فيها شويه، مش حاجه ستريت فورورد او مش حاجه يعني روتينيه ممكن تيجي بشكل روتيني زي بقيه المسائل اللي احنا حليناها من شويه. طيب الراجل بيقول لك ايه؟ رايت 25 10,000 بلس 7,000 بلس 35 tens in standard form. طب تعالوا احنا كده ايه يعني نحلل الكلام اللي هو بيقوله كده ايه كلمة كلمة. ماشي. ولما يقول لي 25 10,000 25 10,000 دي معناها ايه ببساطة؟ تعالوا كده احنا نترجمها. 25 10,000 يعني ايه؟ 25 10,000 يعني ايه؟ يعني 25 مضروبة في 10,000. صح؟ مش هي معناها كده؟ 25 10,000 يعني 25 مضروبة في 10,000. ماشي. بلس الجزء الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو 7,000. دي سهلة دي. ادي الجزء بتاع 7,000. ادي الجزء بتاع 7,000 بلس 7,000. نحط هنا الكومة برضه اللي احنا كنا نسيناها. ماشي. بلس 35 tens. ايه 35 tens دي؟ يعني 35 مضروبة في 10 ببساطة يعني كده، زائد 35 كروس 10. تمام كده؟ تمام. تعالى بقى يعني نسهل على نفسنا الحاجات دي ونحط كل حاجة بقيمتها. ال 25 اللي هي موجودة دي ملتبلاي ب 10,000 تعمل قد ايه؟ نحط كما لو كانت 10 5 وجنبها 4 zeros 2 5 0 0 0 0. ماشي. ونحط حاجات اللي هي الكوما او السيبريشن بتاعتنا. دي طلعت ايه؟ طلعت 250,000 زي الفل. تعال نجمع عليه الحاجات الصغيرة اللي موجودة. بلس 7,000 بلس ديت اللي هي 35 مضروبة في 10 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 350. ماشي. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب تعالوا نجمع تاني. هي 25,000 زائد 7,000 دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن 25 7,000. اقدر اكتبها كده 25 7,000. صح؟ بلس 350. اوكي. طب ما دي ممكن نكتب ببساطة الرقم الشكل الستاندرد بتاعها. اقول ايه؟ 257 كوما 350. اوكي. يبقى ده الشكل الستاندرد بتاعه اللي هو 257,350. تمام كده؟ يبقى هو ده ايه؟ ده الستاندرد فورم بتاعه. احنا وصلنا ايه؟ احنا خدنا كل الحاجات دي وفككناها وقعدنا نفهم كل حاجة قيمتها قد ايه.
وشفنا كل حاجه قيمتها قد ايه وحطيناها، ما عملناش حاجه. 25 10000 نزلناها بقيمتها، 7000 نزلناها بقيمتها، 35 نزلناها بقيمتها، وهكذا. ما عملناش اي حاجه. اللي احنا عملناه كله ان احنا ايه، ان احنا نزلنا كل حاجه ايه، كل حاجه بقيمتها، وقعدنا نمشي خطوه 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 لحد ما وصلنا لايه، لحد ما وصلنا ان احنا ايه، جبنا الرقم اللي هو عايزه الراجل. ماشي يا شباب؟ طيب نكتب هنا اللي احنا وصلنا له 257 350 2 5 7 3 5 0. يبقى ده ايه، ده الستاندرد فورمولا اللي كان عايزه. تمام ماشي. تعالوا بقى كده خلصنا رقم ايه. تعال نشوف رقم بي. ده بيقول لك ايه، ادي رقم بي. find 2 digit numbers. find 2 digit numbers يعني بيقول لك دور على رقمين او اوجد رقمين، كل رقم منهم مكون من 9 ديجيت. 9 ديجيت يعني ايه يا شباب؟ يعني عباره عن ايه؟ في مليار؟ لا مفيش مليار، لان المليار يبقى 10 ديجيت، يبقى 10 ديجيت. قال لك 9 ديجيت يعني ايه؟ حاجه زي مثلا 100 مليون او 500 مليون، اي حاجه فيها ايه؟ فيها مئات الملايين. ماشي؟ يبقى اي حاجه فيها 100 مليونز. ماشي؟ طب عايز رقمين من النوعيه ديت اللي هي 2 digit numbers with the difference between them is 5 million. الفرق بينهم ايه؟ 5 مليون. طب دي سهله ولا صعبه؟ لا سهله. هجيب اي رقمين الفرق بينهم ايه؟ 5 مليون. يعني لو انا عملت حاجه زي كده مثلا، لو انا عملت حاجه زي كده 300 مليون 0 0 0 كوما 0 0 0. ماشي؟ عايز رقم تاني يبقى الفرق بين ده وده ايه؟ 5 مليون. لما دي 300 مليون، لو انا جبت الرقم التاني كتبته كده 300 5 0 0 0 كوما 0 0 0، يبقى كده الفرق بين الاثنين دول ايه؟ الفرق بينهم 5 مليون. واحد 300 مليون، واحد 305 مليون. الفرق ما بين ده وده او الديفرنس بين ده وده ايه؟ هو 5 مليون زي ما هو عايز. يبقى كده ببساطه المساله سهله، بس محتاج ان انت يعني تفكر فيها وتخرج عن الاشكال النمطيه والتقليديه للحل. تفهم المساله دي كويس قوي وتفهم هو عايز ايه وتديهوله. بس هو ممكن المساله دي يكون ليها اكتر من 10000 حل. هو عايز اي رقمين الفرق بينهم ايه؟ 5 مليون. اي رقمين بس بيكون مكونين ايه؟ من 9 ديجيتس. ادي جبنا له رقم مكون من 9 ديجيت واللي بعديه من 9 ديجيت، والفرق بينهم ايه؟ 5 مليون زي ما هو عايز. واحد 300 مليون، واحد 305 مليون، الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم 5 مليون. يعني شفت قد ايه المساله ممكن تبقى سهله، بس هي يعني هي مساله غير نمطيه، عايزه حد يركز كده ويفكر، واخد بالك، ما يكونش من الناس اللي هي بتحب تحفظ. واحنا قلنا قبل كده يا جماعه احنا مش عايزين اي حد يحفظ، مش عايزين اي حد يحفظ. انا كل اللي بطلب منك 3 حاجات. ان انت اول حاجه تركز معايا وتحاول تفهم، تركز معايا وايه دي اول واحد. بعد كده ايه؟ تحاول تفهم. الحاجه الثالثه ان انت تحل بايديك مسائل كتير، اي كتاب خارجي ولا حتى كتاب مدرسه، حل كل التمارين او اغلبها. ده اللي هيخليك انت انسان جينيوس في الرياضيات او جينيوس في الماثماتكس. ماشي؟ مفيش حد بيتولد عبقري ماثماتكس لوحده، لا، العباقره دول بيبقى عندهم مجهود كبير بيبذلوه عشان يبقوا عباقره فيها. فانت نفس القصه، انت عايز تبقى شخص جينيوس في الماس، انت محتاج تعمل 3 حاجات دول. محتاج تركز معايا، تحاول تفهم، تحل اكسرسايز ومسائل كتير. ماشي يا شباب؟ كده يبقى الدرس بتاع النهارده خلص. واحب اشكركم على وجودكم معايا، واحب اقول لاصدقائنا اللي لسه ما اشتركوش يا ريت اشتركوا بسرعه وتدوس على زر الجرس.
بحيث يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا هننزلها في الايام اللي جايه. تمام يا اصدقائي؟ ماشي تمام، الى اللقاء ان شاء الله في الدرس الجاي. شكرا لكم.